اسمع عن روزنتال؟ لا، ده مش دواء كحة، ده عالم كبير جدا عمل دراسة مهمة ممكن تفيدك في التعامل مع الناس. روزنتال راح مدرسة وعمل للعيال اللي فيها اختبار ذكاء، لكنه كان اختبار في شنك مش حقيقي، وجاب ورقة كده كتب فيها بعض أسماء الطلبة بشكل عشوائي تماما، وداهم للمدرس وقال له العيال دي جامدين جدا عباقرة ما حصلوش، وساب المدرس اللي قاعد بيهرش في دماغه مش فاهم ازاي الأسماء دي فيها أمل، ورجع تاني المدرسة بعد سنة عشان يشوف الأداء الدراسي بتاع العيال دول عامل ازاي. كانت النتيجة ان الطلبة دول اتعلموا احسن من غيرهم، وكان ادائهم الدراسي كمان احسن، واستنتج من الدراسة دي حاجة بنسميها تأثير باجميليون، ان توقعاتك في الناس بتنعكس على سلوكياتهم. طبعا الموضوع اثار الكثير من الجدل العلمي، وفي ناس معاه وفي ناس ضده، لكن المؤكد ان في حدود للموضوع ده. ما هو ما ينفعش تروح لواحد ندل مثلا وتثق فيه فيتحول بمعجزة كده لشخص يمكن الوثوق فيه. الدراسة دي مثلا لقت ان اكتر الناس اللي ممكن ينطبق عليهم ظاهرة باجميليون دي هم الفئات المستضعفة. يعني لو انت مدير مثلا وبتتعامل مع ناس بعقليه لا ده اصل فلان من المنطقه الفلانيه، لا اصل فلان لهجته كذا، لا الستات ما يعرفوش يعملوا الشغل ده لازم ادير رجاله، لو انت بتفكر بالطريقه دي فانت بتحرم نفسك من اداء كبير جدا ممكن تتحصل عليه من الناس دول. ومن هنا جت فكره الامباورمنت او التمكين، لما بتدي فرصه لفئات ما كانتش واخده فرصتها هيكون عندهم دافع اكبر انهم يثبتوا نفسهم. هل حصل معاك حاجه شبه كده؟ هل حد اداك فرصه وما كانش متوقع قوي انك تبقى قدها لكنك بقيت قدها وقدود؟